واو صوتي رجع. امزح والله امزح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض النقاط اللي لابد اني اتطرق لها واذكرها فيما يخص بعض النقاط اللي مذكورة، منها العود ابو 80 سنة. طيب، فمراجعة اخيرا عن عطر عود زريان من كريد. قبل لا ابتدي، ريحة عرق السوس وايد واضحة في العطر. اوكي، بخلي المراجعة حق وقت ثاني. في شغلة ثانية بعد، ثانية وثالثة ورابعة. وين الورقة؟ شفتوا هالورقة؟ هذه صار لها اسبوعين تقريبا. نفس الشيء. شغلة أخيرة، خلاص والله وعد، بعدين بدخل في الريفيو. العطر جربته عدة مرات. أول يوم ما عجبتني ريحته، اليوم الثاني أوكي، اليوم الثالث بدأت تعجبني ريحته. يعني أنت متخيل؟ عادي أنا أعطر الغترة يومين قبل لا أكون ناوي إني أستعمل العطر، بسبب قوة العطر وش كثر يستغرق لين ما يوصل حق القاعدة. بس ريحة عرق السوس وايد 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 طاغية في العطر. بس سالفة 80 سنة مات العود هاي كذا شخص قال لي عنها، بعدين بنسولف. زريان العطر يعني هالعود ما يطلع حق شركات ثانية؟ ما من هاي العائلة لا، أكيد لا. الكوربوريت صارت بين شركة كريد وعائلة جلالي بس للعود زريان. اوكي. طبعا اللي ما نختلف عليه غالبية الناس ان العطر اداءه قوي جدا جدا جدا. والدليل على ذلك البلوتر اللي مرشوشه من شهر 8 أوغست، اول ما 14 أوغست نزل من 14/8، وما شاء الله للحين الريحة واضحة جدا. شنو اكثر مكونات يلاحظونها العالم في العطر؟ هلا بدايته السبايسي اكيد، الجينجر مع الفرانكنسنس. اوكي. ويوم يشمون بس تبرد ببلش الليكريتش مثل ما قلت انت هلا. ايه، عرق السوس قلتها من ساعه. بس مديها الطويل ببلش يظهر على السوس. نعم. والريحه السويت جايه من شنو؟ السنتيفوليا مع التونكابين. التونكابين كمان بيعطي، هو سويت يعتبر. نعم موجود التونكابين. صحيح. والروز سنتيفوليا هي يعني بتصير تعطي، هي اللي بتقلب من السبايسي بدايه السويت ينتقل للعطر. يوم 31 اكتوبر رشيتهم الفير. هذا عود زريان، هذا رويال توباكو، وهذا اوتلاندز. في اختلافات واضحة بين العطور، في دي ان اي شوية متشابه في القاعدة، بس ننطر عليهم يوم ثاني. السلام عليكم ورحمة الله. 2/11 اليوم الأحد، كنت راشهم يوم الجمعة. طبعا ضفت لهم عطر واحد زيادة اللي هو سيلفر عود. اوكي، لأن سيلفر عود القاعدة فيه كثير قريبة من هذا الجميل اللي هو رويال توباكو، طبعا كينج بلو كلام هذا. لكن عموما هذيلا كلهم من العطورات اللي اشتغلت عليهم سيسيل زروكان، والمقصد ان نستكشف اكثر الاختلافات عن عطر عود زريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض النقاط سمعتوها وشفتوا. كريد مع كل عطر يعطونكم الكيس هذا، اوكي، وفي البوتيك هني في قطر يكتبون لك على غرشة العطر، تكتب الشغلة اللي تبيها بالليزر وتنحفر، تمام. فيجيك الكيس الجميل هذا مع العطر والغشة طبعا، ويجيك الشهادة. هاي قالوا لي في البوتيك هذه تعتبر شهادة على انه معتق 80 سنة او عمره 80 سنة. يمكن عمر الشيرة 80 سنة، يمكن العود اللي مستخلص من الشيرة ما هو 80 سنة. انا قاعد اتكلم كذي بيني وبين الريال، لكن ما اعرف. لكن قعدت مع فواز الله يذكره بالخير من الصالون الازرق، قعدنا نسولف. اللي يقول لي جمال تدري انا قعدت مع إروين يوم جت دوحة، إروين كريد، قال لي رواني فيديوهات على جنب كذي واحنا قاعدين، رواني فيديوهات عن العود وكذي، وان الصج هو راح بنفسه وكل شيء، ومع عائلة جلالي، وان هم عندهم ملكية خاصة وما يطلعون العود من هذا المحصول او من هالشيرة الله اعلم الا لهم، الا الكريد فقط. فخلاص يعني هم ماسكين الموضوع بشكل رسمي، وعائلة جلالي مش مصرح لهم ان يعطون العود حق ناس ثانيين، اللي هو العود البنغالي هذا المستخدم، اللي المفروض لون كسرات العود مستوحى منها لون الغرشة. طبعا الغرشة مستوحاة او اللون مالها مستوحى من كسر العود، اللون العنابي او الماء اللي البني الثقيل، واللون الذهبي على اساس الماء الذهبي او السائل الذهبي. هذا شفناه كثير في دعايات كريد. نرجع لموضوع العود. فهذا
موضوع العود، فلك انك تصدق ولا لا، بس هذا الشيء اللي قاعد يعلن عنه بشكل مستمر. حتى يعني شركة مثل كريد تحط لك الموضوع هذا وتركز عليه، يعني هم مستعدين ان الناس راح تنتقد المسألة وتدقق وتشوف فيها وتطلب انها تشوف بعينها وكذا. فهذا موضوع خاصين منه، بس حبيت ان اتطرق له بما سمعت وقعدت فيه مع ناس وسألت فيه. طيب هاي موضوع العود. اوكي، الموضوع الثاني واكثر اهمية في وجهة نظري ريحة العطر في الافتتاحية. العطر افتتاحيته تابلة جدا، تابلية جدا جدا جدا، لدرجة ان في وايد ناس وصفوه قالوا ريحة مكبوس، ريحة كاري، ريحة ما شنو. طبعا مو بريحة حلبة، بس علشان نكون واضحين، انا اكره ريحة الحلبة في العطور، مثلا في كاروسي فولود باي كاروسين ابدا. اوكي، ولكن في ريحة تابلية واضحة متبوعة مغلفة طاغية فيها ريحة عرق السوس، الليكريس. ريحة عرق السوس جدا جدا واضحة بالنسبة لي، بس في ريحة تابلية معاها. طيب العطر فيه مكونات كثيرة، فيه الالبان، فيه المكونات التابلية كذلك المذكورة، فيه وردة السنتيفوليا، روز سنتيفوليا. أول مرة جربتها وحبيتها جدا في عطر راديكال روز من عدة سنوات، جدا حبيت الروز سنتيفوليا. وهني جاي طابع سويتي جميل موجود في العطر. فكاتبين لحد الحين، شوفوا لحين ما قرأنا نعودها، كاتبين المرة اللي يعطي لمسات العنبرية والالبان كذلك، والليكوريس ولا الليكورايس اللي هو عرق السوس، بعدين العود. هني كاتبين لك celebrating the 80 years aged wood، حتى كاتبين هني مرة ثانية. فمسألة وموضوع العود وايد مدققين فيه في العطر، ولكن في وجهة نظري أنا كتجربة شخصية، أنا أشوف أن العود المستخدم ما أدري بكميات كثر، لكن مستخدم ليعطي إضافة لريحة العطر، ما هو الطاغي، ما هو اللي ماخذ نصيب الأسد في ريحة العطر. حتى يوم يبرد، أوكي شوف العطر ترى أجمل يوم يبرد. إذا أنت ما عجبتك افتتاحيته خلوا ورقة عندك ولا الخلقة اللي رش فيها العطر يوم كذي، تعال بعد 24 ساعة وزيادة شم العطر بعدها وبعدين قرر. طبعا أنت ما تبي تسوي هالشيء، بس العطر للأمانة يوم يبرد يصير وايد أحلى من الافتتاحية. الافتتاحية أبدا ما تستصيغها أعداد كبيرة من الناس. أوكي، فعشان كذي أشوف أن العطر ينفع له الجو البارد، يبيله برد صج. يعني حتى بردنا في الدوحة لازم تنطر لما يجي وقت العنة وكذي والبرد صج والهواء، عشان العطر ياخذ حقه يعني ويقدر أكثر. طيب الموضوع اللي كنت أبي أتطرق له، أن ريحة العود اللي موجودة في العطر هي داعمة لريحة العطر، ما هي الطاغية، وما هي واضحة ذاك الوضوح. صحيح أن العطر أداء جدا قوي، فيه أعواد ودهان أعواد كثيرة، أداها مو في ذاك القوة حتى لو كانت معتقة ما لخص. أوكي، ولكن في أكيد أن في مكونات تساهم على أن العطر يبقى لهالدرجة. والله في بعض الأوراق تمت شهرين ريحة العطر واضحة فيها. في الملابس يعني الثوب أرش على الذراع وعلقة، واستعمله مرات أرش عليه عطر ثاني، بعدين أرده علقة، أجي بعد 3-4 أيام أشم ريحة عطر كريد عود زريان هي اللي تمت، حتى مع اختفاء العطور الثانية. جربت لعدة أيام، جربت لأكثر من أسبوع يعني قريب لأسبوعين عطر أوتلاندز. الحين النقطة الأخيرة، أوكي، أوتلاندز اللي سوتها سيسيل زاروكان، عطر رويال توباكو، وعطر عود زريان، حتى سيلفر عود بس طلعتها من السالفة، وعطر عود زريان. فخذت هذه الثلاث عطور رشيتهم على ورق ونطرت. بعد أسبوعين عود زريان ريحته لحين واضحة. رويال توباكو شوي صراحة لحين فيها ملامح من العطر، كنت بكسر نظارتي. عطر أوتلاندز أمانة خلاص اختفى، بس ما قصر صراحة، تم أسبوع ريحته موجودة، بعد فترة خلاص بدأت الريحة تطير. بس حط في بالك ان انا راش العطر على ورقة، يعني على ورقة، رش على ورقة وخليه في البيت، ما جات له عوامل التعرية. اللهم بس المكيف يتبطل ويتسكر، يتبطل بس. فعموما
تمت ريحته في النهايه. انا اخذت الورق وقطيته لان هذا تم فتره طويله. طيب هل ريحه عود زريان يوم يبرد مثل ما قال كثير من الناس يشبه اوتلاندز؟ امانه ما اشوف هالشيء. طبعا شوي الريحه التابليه هذه على الريحه العنبريه في شوي، لان في النهايه ترى توظيف العطاره سيسيل زاروكان هي اللي سوت هالثلاث عطور، موجود في اوتلاندز وموجود في عود زريان، ولكن الريحه مختلفه وايد، مختلف حتى يوم يبردون مختلفه. انا اشوف ان ريحه عود زريان اقرب لريحه رويال تباكو في القاعده من ما هي قريبه من اوتلاندز. يمكن انكم تتفقون معي، بس نتم نقول يعني العطور مختلفه جدا كلها عن بعض، بس لمسه العطاره هذه في القاعده تفضحها وتخلي كأن العطور شيئا ما قريبين من بعض. أنا أشوفهم مختلفين عن بعض، لكن في تقارب في القاعدة يوم يبردون العطور. طيب نهاية أنا وايد طولت، بس يعني أخذت راحتي وحبيت أن أغطي بعض النقاط. يا جمال، أنت إذا دخلت البوتيك عن نفسك أنت، هل بتشتري العطر؟ سبق وقلتها لا، أمانة أنا يمكن لو شفته يمكن ما اشتري، بس شاكر ومقدر أكيد الكريد هم عطوني إياه. بس أعرف كثير من ربعي مستعدين يشترون العطر، وفي ناس عرضوا علي قالوا لي جمال أنا بشتري منك العطر، تبيع بس نزل لي 10% أو 20%. قلت لهم لا، ما أنا مدام العطر عندي دخل مجموعتي لا ما أبي أطلع صراحة، بيتم معاي. طيب أنا طولت، سوري وايد طولت صراحة، بس حبيت أن أغطي بعض النقاط اللي شفت أنها مهمة. وإذا أنت استمريت لين هاللحظة الله يجزاك خير، بيض الله وجهك، شكرا لك. وإذا أنت اوريدي كتبت تعليق يعني سب فيني أنا، يعني ها تبي تسب العطر كيفك، خذ راحتك، أو تسبني أنا. بكرة الجمعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله طاعاتكم. تعوذ من إبليس اللي تبي تكتب تعليق سلبي. السلام عليكم. قلت السلام عليكم وتسكر الفيديو، فالسلام عليكم.